تعادل مخيب يرجع المنتخب المغربي من المركز السابع إلى المركز الثامن مجددا بعد صعوده في الأسبوع الماضي. وكما توقعت في الشوط الأول، قلت بأن المنتخب المغربي سوف يتأخر في النتيجة ب2-1 أو يتعادل ب1-1، والحمد لله كانت النتيجة 1-1 وليس 2-1 لصالح المنتخب النرويجي. انظروا للإحصائيات، ظلت كما هي بالنسبة للاستحواذ لصالح النرويج. ارتفع معدل التسديد ب9 تسديدات لمنتخب النرويج، بينما المنتخب المغربي كان لديه 11 تسديدة، تحولت فقط تسديدتين في الشوط الثاني. بالنسبة لتصديات الحراس، 4 للمنتخب النرويجي، الركنية 11 ركنية للمنتخب النرويجي. المنتخب المغربي اعتمد فقط على الهجمات المرتدة في هذه المباراة. لذلك العيب الذي فعله المنتخب المغربي أنه لم يختبر نفسه أمام منتخبات قوية في المباريات الماضية. وحظ موفق لمنتخبنا المغربي يا شقيق، والسلام عليكم.